تخيل لو حياتك كلها بتتغير بسبب حجر ماس واحد، ماسة ملطخة بالدم، واللي يلاقيها يا اما يكسب الدنيا كلها يا اما يخسر حياته للابد. الفيلم بيبدأ في سيراليون وسط حرب اهلية شغالة، والمتمردين اللي اسمهم الجعف مسيطرين على تجارة الالماس، وكانوا بيهجموا على القرى وبيخطفوا العيال عشان يجندوهم ويستعبدوا الرجالة في المناجم، واللي ملوش لازمة كانوا بيقطعوا ايديه عشان يضمنوا انه مش هيصوت للحكومة. وسط الجحيم دي كان في راجل بسيط اسمه سولومون، كل يوم بيصحي ابنه وبيوديه المدرسة ونفسه يشوف ابنه ده يا دكتور. وفي يوم وهم راجعين من البيت سولومون لمح المتمردين جايين يهجموا وجري، فخبى ابنه ورجع يلحق مراته وبنته، لكن الهجوم بدأ والناس اتدبحت واتشوهت ومسكوا سولومون وكانوا هيقطعوا ايديه، لكن لما شافوه انه قوي قرروا ياخدوه يشتغل في مناجم الالماس. وهناك وهو شغال وسط العمال واحد فيهم لقى ماسة ضخمة وقرر يخبيها بعيد عن عيونهم. روني زعيم المتمردين لمح العمل اللي لقى الماسة وخدها منه وقتله في ساعتها. في نفس الوقت كان في واحد اسمه داني تاجر سلاح وماهر في تهريب الالماس، وعمل صفقة مع المتمردين سلاح مقابل ماس، وبعدها اتنكر في هيئة صحفي عشان يعدي من الحدود ومعاه الالماس. الشرطة وقفته لما فتشوا الغنم اكتشفوا ان الالماس مستخبي جواه، وحاول يقنعهم انه شغال مع ضابط كبير اسمه كوتسي، ولكن اتقبض عليه برضه. اليوم اللي بعده سولومون وهو بيشتغل في المناجم عينه وقعت على ماسة ضخمة وحاول يخبيها بسرعة، خصوصا ان انبوب المية انفجر وشغل العمال كلهم، وحطها بين صوابع رجله وطلب يروح الحمام، لكن فجأة لقى روني قدامه يفتش عليه وما لقاش حاجة. سولومون استغل الفرصة ودفن الماسة وسط الشجر، لكنه اتصدم لما لقى روني وراه بالمسدس وبيقول له هات الماسة. وفجأة الشرطة هجمت على المعسكر والقنابل نزلت من كل ناحية وبدأت معركة دموية، وروني اتصاب وسولومون استغل اللحظة وخبى الماسة بسرعة قبل ما يقبضوا عليه. والشرطة سيطرت على المتمردين وقبضت على الكل واترموا في نفس السجن اللي فيه داني. روني كان منهار وبيصرخ ان سولومون معاه اكبر ماسة شافها في حياته، ووعد المساجين ب$1000 للي يقدر يطلعها منه، لكن سولومون واجهه وقال له انت مجنون، انا ما اعرفش حاجة عن اللي بتقول عليه ده. والكلام ده وصل لداني اللي كان بيراقب الحوار من بعيد. بعد شوية داني خرج من السجن، واول حاجة عملها انه راح لصاحبه وطلب منه يطلع سولومون باي طريقة عشان يعرفوا مكان الماس، لكن صاحبه وراه الاخبار اللي نزلت في الجرايد عنه انه مهرب الماس. داني اتضايق وغضب وسابه ومشي، وما كانش عارف ان في شخص اسمه جون بيراقبه خطوة بخطوة. ولما وصل بيته داني طلع الماسة اللي كان مخبيها في اسنانه كل الفترة دي، وبهدوء خرج من البيت. جون ظهر قدام بيت داني، وفي نفس الوقت سولومون خرج من السجن، وصاحب داني اداله ورقة وقال له انه صديق مجهول وهو اللي رتب خروجه، وداني كان بيراقب كل ده من عربيته. وبعدها بيروح داني الكافيه وبيدفع لواحد هناك فلوس عشان يجيب له مسدس محترم. وهناك لفتت انتباهه صحفية امريكية اسمها مادي، اتعرف عليها، لكن اول ما اكتشف انها صحفية وعارفة عنه كتير سابها ومشي. لكن مادي ما استسلمتش، جريت وراه تحاول تطلع منه معلومات عن كاب اكبر مهرب الماس في المنطقة، لكنه رفض وقال لها ما عنديش كلام ليكي وسابها ومشي. ولما رجع بيته لقى الدنيا متبهدلة، وفهم ان كوتسي بعت رجالة يفتشوا البيت عشان يدوروا على الالماس، وهو نازل لقى جون مستنيه تحت. عرف ساعتها ان هو اللي فتش البيت وضربه جامد وقال له بلغ كوتسي انا جايله. اما سولومون فرجع يدور على مراته وعياله في معسكر اللاجئين، وفضل يفحص الكشوفات لكن ما لقاش اسمهم. وفجأة المتمردين هجموا على المعسكر وخطفوا ابنه ضيع، وسولومون اتكسر قلبه وهو عاجز ومش عارف يعمل اي حاجة. داني سافر جنوب افريقيا وقابل كوتسي، وكوتسي طلب منه يجيب له الماسة اللي مع سولومون مقابل يرجع له الالماس اللي الحكومة صدروه منه. وهناك عرفنا ان داني كان اصلا شرطي سابق في قوات جنوب افريقيا، وبعد ما ساب الشرطة كوتسي دخله في عالم تهريب الالماس. داني قضى فترة في معسكر مع المتمردين واتعلم فيهم ازاي يمسك السلاح ويتعامل كجندي في الثورة، وبعد كده رجع الكافيه واخد المسدس اللي طلبه. وهناك قابل تاني الصحفية مادي، وكالعادة حاولت تقنعه انه تجارة الالماس دي السبب في موت ابرياء كتير، لكن هو ما كانش فارق معاه. وبعدها راح لسولومون وقال له ساعدني اوصل للماس وانا هرجع لك عيلتك. لكن فجأة المدينة بتتقلب ومجموعة من المتمردين هجموا عليهم، والحكومة دخلت معاهم في حرب دموية. وفي وسط الفوضى سولومون وافق على عرض داني، والاتنين جريوا يستخبوا ويراقبوا اللي بيحصل حوالينهم. المتمردين جاف قلبوا الطاولة على الشرطة وسيطروا على المدينة، وبالليل احتفلوا بالانتصار. لكن وسط الزحمة داني وسولومون استغلوا الموقف وهربوا من غير ما حد يحس. وتاني يوم وصلوا لمعسكر لاجئين عند الحدود، وسولومون كان نفسه يعدي عشان يلاقي عيلته، لكن الحكومة رفضت. وهنا داني لجأ للصحفية مادي، حكى لها على اللي حصل ووضع سولومون وطلب مساعدتها. مادي اتعاطفت مع سولومون، ورغم انها مش فاهمة ليه داني مهتم بيه كده وقررت تساعدهم. ومادي هنا لعبتها صح، خدعت الحكومة واقنعتهم ان داني وسولومون صحفيين معاها، وسافروا على معسكر اللاجئين في غينيا. واول ما وصلوا سلمت مادي ورقة فيها اسماء عيلة سولومون للحراس وطلب
طلبت منهم يدوروا عليهم. وسولومون بدأ يفتش وسط الناس لحد ما شاف مراته وبنت، حضنهم بفرحة كبيرة. لكن لما سأل عن ابنه ضيع وعرف ان المتمردين خدوه انهار وزعل وفضل يصرخ، والحراس ضربوه وبعدوه عن السور. وداني حاول يهديه ويبعده عن المكان. ركبوا الطيارة وراجعين، لكن سولومون كان مكسور بسبب خطف ابنه. وفي اللحظة دي أشار لداني على المكان اللي مخبى فيه الماس، وماندي استوعبت الحقيقة ان داني بيساعد سولومون عشان الألماس، واتصدمت وزعلت منه جدا. تاني يوم داني حاول يصلح الموضوع، راح لماندي وطلب مساعدتها وقال لها ان لو ما لقاش الماس هيتقتل، لكن رفضت وقالت له ابعد عني. وهنا قرر يحكي لها عن كل الاسرار، ازاي الالماس بيتسرب من افريقيا وبيشتري بالرشاوي ويتشحن للهند ويتحول لمجوهرات، وبعدها شركات ضخمه بتخزنه وتتحكم في الاسعار زي ما تحب. داني ادى ماندي اسماء المهربين وحساباتهم كلها، وطلب منها ما تنشرش اي حاجه قبل ما يلاقي الماس ويسلمها للقدس ويهرب بحياته. وساعتها ماندي بتقرر انها تساعد. ركبوا اتوبيس معاها على اساس انهم صحفي ومصور، وفي الطريق شافوا جثث مرميه، نزلوا يصوروا المشهد والشرطه معاهم تحميهم. لكن فجاه المتمردين هجموا عليهم وضرب بالرصاص، وبدات معركه دمويه جديده. وسط الاشتباكات سولومون شاف منهارة على ابنها المصاب وتعاطف معاها وقرر يركبها هي وابنها الاتوبيس. لكن واحد من الصحفيين اعترض وقال انهم هياخدوا مكان من الطائر، ودان اتعصب جدا واتخانق معاه لحد ما ركبوه، وبعدها ركبوا العربيات بسرعه وهربوا. لكن اتفاجئوا بمجموعه جديده من جاف المتمردين بتضرب عليهم نار. الشرطه دخلت في مواجهه عنيفه، وداني طار بالعربيه وسط المعركه لحد ما دخل بيهم الغابه، وهناك قضوا الليل مستخبيين. وفي نفس الوقت ضيع ابن سولومون كان بيتعرض لغسيل دماغ، والقائد بتاع المتمردين اداله مخدرات واقنعه انها دواء هيخليه قوي. وتاني يوم داني واللي معاه ماشيين جوه غابه قبائل الكاما المشهوره انها بتحمي ارضها من اي غريب. اول ما شافوهم هجموا ووجهوا السلاح عليهم. ماندي بسرعه قالت لهم انها صحفيه وملهاش علاقه بالمتمردين، والقبيله صدقتها وخدوهم لزعيمهم بنجامين. وبنجامين عرفهم بنفسه ووراهم المدرسه اللي بناها للاطفال واللي قدر ينقذهم من المتمردين جاف. وقضوا اليوم كله مع العيال. لكن بالليل ماندي قعدت مع داني تتكلم معاه، وهناك كشف لها عن ماضيه، انه كان ضابط في الجيش وشارك في حروب افريقيا كتير، وشاف ابوه وامه وهم بيتقاتلوا قدام عينيه بسبب الحرب دي. وبعدها بيكتشف داني ان الحرب كلها كانت بسبب الالماس، فبيقرر يسيب الجيش ويشتغل في تجاره الالماس. وتاني يوم بيركب مع سولومون ومادي العربيه مع بنجامين، وفي الطريق بيقابلوا مجموعه اطفال مجندين من قوات جاف. وداني بيقول لبنجامين يكمل ومش يوقف، لكن بنجامين بيصر انهم مجرد اطفال وبيقرر يتكلم معاهم. وفجاه واحد من الاطفال بيرفع سلاحه ويطلق نار، وداني بسرعه بيمسك الدركسيون ويهرب بالعربيه. وبعدها بيروح لمعسكر الجيش اللي فيه القائد قدسي، وهناك بيعرف داني ان قوات قدسي ناويه تهاجم المكان اللي فيه الالماس، وقدسي بيطلب من داني يستعد يروح معاهم عشان يجيبها. وفي اللحظه دي داني بيقرر يخطط للهروب بعد ما يسلم الماسه لقدسي، وبيطلب من سولومون يستناه ورا الخيمه. وبيروح بعدها المادي وبيطلب منها تلهي الجندي اللي واقف يحرس مخزن السلاح، وبيقول لها ان الطياره اللي هتسافر فيها هتتحرك بعد 5 دقايق. مادي فعلا بتروح للجندي وبتضغط عليه بتهديد انها هتكتب مقال يفضحه، وساعتها بيدخل داني وسولومون المخزن وياخدوا السلاح. الخطه بتنجح، ومادي قبل ما تمشي بتصور داني وبتديله رقم تليفونها وبتودعه. وبعدها بيتحرك داني وسولومون ناحيه مكان الالماس، لكن فجاه بيشوفوا عربيات قوات جاف جايه ناحيتهم، فبيضطر يستخبوا بسرعه وسط الاشجار. لكن اول ما سولومون بيشوف ابنه وسط مقاتلي جاف بينادى عليه من غير ما يقصد، فالمجموعه بتحس بوجودهم فبتبدا تضرب نار عليهم. وداني بسرعه بيسحب سولومون ويجري بيه، ولما الهجوم يقرب منهم بيناموا على الارض ويغطوا نفسهم بفروع من الشجر عشان الجنود ما تعرفش. مقاتلي جاف بيفضلوا يفتشوا في المكان فتره، ولما ما يلاقوش حد بينسحب. وفي اللحظه دي داني بتنرفز وبيهدد سولومون انه لو قرر اي تصرف يعرضهم للخطر تاني مش هيتردد يقتله. بعدين يكملوا طريقهم لحد ما يقربوا من المنطقه اللي فيها الالماس، لكن بيكتشفوا ان المكان كله محاصر من قوات جاف، فبيضطروا يستخبوا لحد الصبح. وتاني يوم داني وسولومون بيطلعوا فوق صخره عاليه ويراقبوا معسكر جاف. وداني بياخد قرار يتواصل مع قدسي ويطلب منه يعمل هجوم بالطيران على المعسكر، وبكده يقدر يستغل الفوضى ويدخل يجيب الالماسه. وسولومون بيرفض الفكره تماما، وبيحاول يقنعه ان الهجوم ده ممكن يقتل ابنه لو كان موجود جوه المعسكر، لكن داني مصر وبيأكد له ان ده الحل الوحيد. وساعتها سولومون بياخد المنظار ويحاول يشوف بنفسه يمكن يلمح ابنه، لكن داني بياخد المنظار من ايده ويحلف له ان ابنه مش موجود، وبيطمنه ان الهجوم هيتم الصبح. لكن في الليل سولومون ما يقدرش يستنى، بيروح للمعسكر وبيفضل يدور وسط الخيام لحد ما بيلاقي ابنه ديا، وبيقرب منه ويحاول ياخده بهدوء ويمشي من غير ما حد يلاحظ، لكن ديا بيرفض يروح معاه. مش بس كده، بيزعق في ابوه بعنف وبيطلب منه يبعد عنه. وتاني يوم بنشوف سولومون
واقع في ايدين جاف، وروني بيهدده انه يقتله لو ما كشفش مكان الالماس. وفي الوقت ده داني كان بيراقب من بعيد ومستني لحظة الهجوم، وفجأة قوات قدس بتفتح نار وتقتحم المعسكر. روني بسرعة بيخطف ديا ويحاول يساوم بيه سولومون عشان يعرف منه مكان الالماس، لكن داني بيدخل المعركة بقوة ويبدأ يضرب نار يمين وشمال ضد جاف، وتقوم معركة دموية وسط الرصاص والصراخ. وديا بيكون مرعوب وبيعيط. داني بيجري ناحيته عشان ينقذه، لكن الولد يخاف ويهرب، ويفضل داني وراه لحد ما يمسكه ويحميه بجسمه من الرصاص اللي بيطير حوالين المكان. بعد شوية قوات قدس بتقدر تسيطر وتكسب المعركة. قدس بيوصل بنفسه وبيسأل سولومون عن مكان الألماس، لكن سولومون بيرفض يرد، وداني بيتدخل ويقول له لو ما اتكلمتش قدس هيقتلنا كلنا، وبرضه سولومون يصر على الصمت. وقتها داني بيسلم ابنه ديا القدسي عشان يضغط عليه، والمساعد بتاع قدسي بيوجه المسدس على راس سولومون ويجبره يمشي قدامهم لحد ما بيوصلوا للمكان، لكن سولومون بيخدعهم ويبدأ يحفر في مكان غلط، وبعدها بكل هدوء يقول لهم ما كنتش فاكر المكان. وساعتها قدسي بيصوب المسدس على ديا عشان يقتله، فسولومون بينهار ويبدأ يحفر في المكان الصح. ولما يلاقي الألماسة داني بيخدع قدسي ورجالته وبيفتح عليهم نار. بتقوم معركة شرسة بينهم، وداني بيقدر يخلص عليهم لكن بيتصاب بطلقة وهو بيحارب. وفي اللحظة دي بيمسك المسدس ويوجهه على قدسي ويقتله، وبعدها يصرخ في سولومون كمل الحفر وطلع الألماسة بسرعة. وبالفعل سولومون بيطلعها، ولكن فجأة ديا بيوجه المسدس على داني وعايز يقتله. سولومون بيتصدم من ابنه وبيحاول يهديه ويقول له انت لسه طفل كويس وما ينفعش تقتل، وبشجاعة يقرب منه رغم انه مصوب عليه المسدس لحد ما ديا ينهار ويعيط وينزل سلاحه. بعدها داني ياخدهم ويمشي بيهم عشان يوصلوا للطائرة اللي مستنياهم، وقبل ما يموت من التعب والرصاصة اللي في جسمه بيطلب من سولومون الألماس. في الأول سولومون بتردد، ولكن في الآخر بيسلمها له، وداني رغم كده بيخونهم ويتصل بصاحبه يطلب منه يقتل سولومون وابنه، لكن الإصابة بتغلبه. وساعتها سولومون بيشيله على كتفه ويمشي بيه وسط الغابة لحد ما يوصلوا لمكان آمن يقدروا يستريحوا فيه. وفي اللحظة الأخيرة داني بيدي الألماسة لسولومون ويشكره على وقفته معاه، وبيعترف إنه كان ناوي يغدر بيه، وبيديله مسدسه ورقم الصحفية مادي، وبيطلب منه يقتل الطيار ويهرب. وفي نفس الوقت قوات قدس بتهاجم المكان، وداني يفضل يضرب عليهم نار ويضحي بنفسه عشان سولومون وابنه يهربوا. وقبل ما يموت يكلم مادي ويطلب منها تساعد سولومون وتنشر مقاله عن تهريب الألماس، ويمسك تراب أفريقيا اللي عاش فيها عمره كله ويسلم روح. وبعد فترة يوصل سولومون لندن ويقابل ديكاب عشان يبيع له الألماس، لكن بيشترط عليه الأول إنه يجيب عيلته لندن. وفي الوقت دي مادي واقفة بعيد وبتصور المشهد، وعيلته بتوصل فعلا، وساعتها بيبيع الألماس. ومادي بتنشر كتابها اللي بيكشف تجار الألماس والدمار اللي وراه، وبتكتب فيه عن داني وقصته. وبعدها الحكومة بتقبض على ديكاب وكل تجار الألماس الكبار، وسولومون يكون الشاهد الوحيد في القضية. ولما بيدخل قاعة المحكمة الناس كلها بتسقف له وتحييه، واخيرا سولومون بيحس بالامان اللي كان طول عمره بيدور عليه. وبكده يكون خلص فيلمنا، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك، واستنانا في الفيلم الجاي.